والمباراة الأولى في المونديال، واللاعبون سيكونون جاهزين طلع لتقديم ميدالية كل ما لديهم في 22 نوفمبر تشرين الثاني. وفيما يخص نقل المباراة من ملعب مرسول بارك إلى ملعب شوفها قدامك بسبب عدم جاهزية أرضية الأول وتغيير موعد المباراة من بيقول لهم يعني أنا والله شفت بالصراحة بعيد أنا التصرفات دي أنا ما أحبها الصراحة. أنا ما ووجه مدرب الأخضر السعودي قصده إنه ما عندكم آسيا عندنا آسيا. الرسالة الرئيسية كان المفروض يبغوا ممر شرفي كمان من النصر تنحسب طلعوا الميدالية. ترى تنحسب ضده، يعني انت بطل النخبه يفوز عليك النصر باثنين، وينك؟ يعني النصر لو شارك بالنخبه كان فاز عليك. يعني مو قياس هذا. ترفع لي يعني انك جايب النخبه خروج مغلوب، ترفع لي يا الاهلي اللي العام مطلعك ابها بالكاس، والسنه وقبل العام والسنه هذه مطلعك الجندل بالكاس وانت بطل النخبه. مطلعك في يعني دوري بعيد عن التصفيات المحليه. انت تجي الدوري احنا قلنا البطولات الخارجيه تحسبها بالعام ندعم انديتنا، لكن الان احنا رجعنا للدوري. واحد يتكلم فهد وعبد الرحيم واحد موضوع انك تطلع بالميداليه هذه، فانا قاعد اشوفها تقصير من حقك. هذا احنا في دوري وما شاركنا معك في النخبه وفزنا عليك 2-0 وباقل مستوى. أنا متأكد بأقل مستوى، أنا أعرف أن النصر يملك أفضل مما قدم اليوم. يعني لأن الدوري أقوى. أنا أشوف أنه أفضل، ذهاب وإياب أقوى، تلعب نخبتين في على أرضك. الأحد المقبل. تفضل عبد الرحيم. وقال رينارد في المؤتمر الصحفي النخبتين على أرضنا كل الأندية اللي لعبت في النخبة، ليه ما حققتها طيب؟ هذه مباراة ما حد قدر يحققها، الأهلي حققها لأنه يستاهل. إذا الأهلي خارج السنة اللي فاتت كأس الملك من النادي برضه السنة اللي فاتت لم يحقق كأس النخبة. عبد الرحيم أنا ما بقلل من الإنجاز، أنا ما أقلل، بالعكس أنا أول من بارك، أنا ما أقلل من الإنجاز، أنا ما أقلل من الإنجاز، بس من يغذي اللاعبين بمثل هذه الأفكار وهذه الحركات فهو قاعد يسيء للرياضة السعودية ويخلينا نسيء لما يحقق لرياضتنا. أبو سطام أنت تكلمت، خلينا نتكلم. أنا أول كلمة قلت أنا ما أتفق مع الحركات اللي سويها ديميرال، أنا معاك أتفق، هذه الحركات ما حلوة. بس اذا انت قاعد تقول انه انت فايز، اذا انا رحت لعبت معك في النخبه، انا فايز عليك في الذهاب كمان، وانا اخذ نخبه العام انت ما حققت شيء، انا بحقق. يعني ما له صلاح النادي، هذا تصرف لاعب، انت عندك اللاعب حقك، انا معك ما اتفق معاه، لكن لا ترجع لنا علينا في اليوم. طب من حقي انا من حقي اني اطلع شيء انجاز لي يا اخي، ما فيها شيء. طلع بس ما تطلع وانت مهزوم. ايوه حقي وانا حقي طلع وانت انتهى. انت ما حققت يعني شيء طبيعي. عبد الرحمن انت اعترضت، عبد الرحيم انت اعترضت علي بالتحضير الذهني. لعيبه الاهلي جايين من جده الى الرياض بميدالياتهم على امل انهم بيفوزون، وهذا تحضير سيء للفريق الاهلاوي من قبل اعضائهم وادارتهم ومدير كرتهم. انت جايب البطوله معاك وجايب كاسين معاك عشان تبي تحتفل بعد الفوز. صحيح. والله هذا تحضير عجيب، هذا سبب هزيمه الاهلي ترى. عشان كذا انا اقول لك ما عمله الفريق الاهلاوي من مناكفات هي سبب هزيمه الاهلي اليوم، وسيبقى النصر هو. لا يعني صراحه انا مستعجب من هذا التحضير. تجيب كؤوسك، تجيب ميدالياتك، وتجي تلعب مباراه وتنهزم وتبي تطلعها. هذا شيء عجيب صراحه. كان عندهم امل انهم يفوزوا ما فازوا، كان عنده امل انه يفوز. ما اعتقد الاهلي احضر الكاسين، لان ما هي بطوله على اساس المباراه اليوم، على اساس انه يبي ما هي بطوله. يعني لا ما هي بطوله. جايب الاهلي، لا الاهلي جايب الكاسين. تصور جماهير في الرياض يتم الجاهزيه للعب 90 دقيقه في مباريات مقبله. وطلب اتمنى انه بعد المباراه نشوف فيها جمهور. انت جاي داخل الملعب جايب ميداليات لافتا الى ان الدوافع في المباريات انا اقول هذا تحضير سيء ومناكفات في غير محلها. ولا انسى ان ابارك وذلك الى الغامدي رئيس نادي الاهلي والى لعيبه الاهلاويه اللي احسنوا التحضير لمثل هذه المباراه للاعيبه النصر بكلامهم. فريق محقق بطوله ويفكر في فريق اخر، دليل على قوه هذا الفريق، دليل على صداه، دليل على انه وين يطلع على اكتاف الاخرين. مع احترامي لكيان الاهلي، لكن ما قيل وصرح
المكان كله يتكلمون على أن الدوري دوري كريستيانو. ألا يعلمون كريستيانو له 3 سنوات في الدوري السعودي لم يحقق شيء إلا بطولة خارجية؟ وين دوري كريستيانو؟ بالنافل لكنهم يعلمون مجلس إدارة نادي إذا الهلال احتكوا بكريستيانو صادما بالتخلص من أحد نجوم الفريق الأول ردود الفعل هي الأعذار والهلال الذي سيطر لما يتكلمون على دوري بأنه مجير لفريق النصر عشان ردود الفعل انهزم يقول يبغى كريستيانو الرياضي الحالي 2022 ما حقق شيء على طول خارج المملكة. ردود الأجانب عشان كذا احنا نشوفها من لعيبة أجانب، احتكاك بالعالي والقوي اللي قدروا اليوم يردون عليهم. أنا متأكد يا خالد أن جوسس رحم الأهلي اليوم بأي طريقة وبأي تشكيلة. الفريق النصراوي يفوز على أي فريق في آسيا إلا مباراة الأهلي اليوم. لو لعب بأظهرة صريحين ولعب بأنجلو كان أنا أعتقد تغيرت المباراة وما كان فيه التناصف اللي احنا شفناه، ولم يخرج النصر إلا في نهاية المباراة. بين أمل البناء من جديد وصدمة الواقع المرير، يعيش نادي الاتحاد واحدة من أصعب فتراته الانتقالية. ففي الوقت الذي تقترب فيه الإدارة من حسم صفقة الموهبة العراقية علي جاسم لترميم الهجوم، ينفجر بركان الغضب الجماهيري مطالبا برحيل الجميع بعد خروج الفريق خالي الوفاض من منصات التتويج. ومع تفجر أزمة غياب عبد الرحمن العبود المفاجئة قبل صدام التعاون المصيري، يبدو أن صيف العميد لن يكون ساخنا فحسب، بل سيكون حاسما في تحديد مستقبل الكيان. فهل تنجح الصفقات الجديدة في تهدئة المدرج الغاضب؟ كشفت تقارير صحفية موثوقة عن اقتراب نادي الاتحاد من حسم صفقة هامة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار سعي الإدارة الجاد لتعزيز القوة الهجومية والعناصر الشابة قبل انطلاق الاستحقاقات القادمة. وتهدف هذه التحركات إلى استغلال فترة الانتقالات الصيفية لترميم صفوف العميد بأسماء قادرة على تقديم الإضافة الفنية وصناعة الفارق في المنافسات المحلية والقارية لضمان العودة القوية لمنصات التتويج وإرضاء تطلعات الجماهير الاتحادية العريضة التي تنتظر صيفا ساخنا. وأكدت الأنباء الواردة من مصادر قريبة من البيت الاتحادي أن اللاعب الدولي العراقي علي جاسم لاعب النجمة بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف النادي بعد أن تلقى عرضا رسميا من إدارة شركة نادي الاتحاد. وتشير التفاصيل إلى أن المفاوضات الجارية حاليا بين مسؤولي النادي واللاعب العراقي الشاب وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، حيث يتصدر علي جاسم قائمة المطلوبين من قبل الجهاز الفني وسط تفاؤل كبير بحسم الصفقة رسميا في الأيام القليلة القادمة نتيجة التوافق الكبير في الرؤى بين الطرفين لتأمين مستقبل الفريق الهجومي. أوضحت المصادر أن نجم العراقي علي جاسم أبدى رغبة واضحة وأكيدة في الانتقال لصفوف نادي الاتحاد، مفضلا خوض تجربة احترافية جديدة في أحد أندية دوري روشن بعد نادي الجمعة. وجاء هذا التفضيل رغم القيمة الفنية والمادية للعروض الأخرى التي وصلت للاعب، إلا أن المشروع الرياضي لنادي الاتحاد وشعبيته الجارفة كان من العوامل الحاسمة التي دفعت اللاعب للموافقة المبدئية والبدء في إجراءات التفاوض الجدي حول بنود